السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، إذن ندى السيد بحول الله تبارك وتعالى أنكمل بعض مظاهر الشرك. وزلق الدرسي عدان من بين أو من بعض مظاهر الشرك دعاء غير الله، أنه ذكري ونذي دعو من غير رب العالمين، السيدي الفلاني، نغ المقام الفلاني، نغ الضارح الفلاني، نغ الولي الفلاني، غسلوا كنذي لي ذنبي والسعيطرة الحقات صدغتيما نغاول تسمى أنا قرد ربي غير دينا ندعو ميد أسن دعو أنا قارين سكن. فالدعاء أيض العبادة فلا يستحقها إلا الله عز وجل، فهذا هو مفهوم كلمة لا إله إلا الله. فالعبد اسمه ردي قال لا إله إلا الله، ومن بعد ثم غادي تهدوا الكلمة لا إله إلا الله معناتها راح نوري السن فعرض سن معنى كلمة لا إله إلا الله. فمرة تسيني لا إله إلا الله، المفهوم ينس لا معبود بحق إلا الله، ذي ضرب بين يستهلون العبادة مرة ذي ضرب بين تستهلون. فالدعاء من بين العبادات الجليلة، فالدعاء مرين كلام دعوة نقر ربي سبحانه وتعالى. كذلك الندم من بعض مظاهر الشرك الذبح لغير الله عز وجل، فتين العبادة الجليلة كذلك عند رب العالمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. فالمسلم الذي ونرى أذي عبد الذي زلو غير ربي سبحانه وتعالى، ورزل رغي المقام الفلاني، نغي الضارح الفلاني، نغي كلي يخدم من شراويت مثلا ما إلا يبغى مثلا السبع الطيط يبنى الحرام الله يبارك، وكذا ثوين سطيط هذا عبد غادر حاسيزلو وكيني غزوز الغيثا من يدينا باش ويدي الشركه ما حذر، وغاد الطوموبيل تجديد وكذا غايا وين سطيط اروح غسلو غاروضه ينس، وغاد كلشي ذمني ويدي الشرك حذر، لأنه فاعتقدت أنه تمزلي وثنين غير صليت لغير الله، يعني تسنى غيرك يدفعون المضرة وتسنى غيرك يحمين. وكني نعلم أنه المؤمن يكسعان العقيدة يكسحان أنه وينك تضرون ضرب العالمين، وينك ينفعون ضرب العالمين، يو نور زميرك يضر يو نور زميرك ينفع. إذ قال النبي عليه الصلاة والسلام يسينا ابن عباس رضي الله عنه يسحفظ العقيدة ما كاين تمزير، يا غلام احفظ الله يحفظ، إلا أن قال له واعلم أن الأمة بأكملها لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك. علم أن الأمة أكن مبغى ميلا الجماعة إوكنك نفعا والله ما زمرنك نفعا سكرا، أنا قال ما يبغى ربي، والعكس أكن بغون جماعة إوكنك ضرون والله ما زمرنك ضرون سكرا، أنا قال الحاجة إلا نكتبك تكدي يقدرك تربيع. وين يدينا رب العالمين قواليس قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فما إلا خدمتك كنشتا غيثما غثنا كنشتا ذي الشرك.
فكذلك أنكمل النقطة يود نكمل إن شاء الله النقاط. كذلك من بين الأمور الشركية يمكن يقارن بارك الميلي عضو جمعية علماء المسلمين الجزائريين إلا ننسى واحد قال وقت عبد الحميد بن باديس رضي الله عنه إلا قال وقت اللي تحرر الشرك ولا الشرك مازال إلى يومنا هذا للأسف الشديد أنه من بينهم يقارن بارك الميلي كتاب اسمه كذلك الشرك ومظاهره هناك. ومن بين مظاهر الشرك ما يسمى بالزردة تيب مصغر الزردة. هناك دا شو الزردية؟ هناك الزردية هو ما يتخذ أو ما يذبح من بهيمة الأنعام يقدم للأولياء الصالحين. يعني قد نجمعنا كقل مقام النير ناخذ الضاريح النير ونير دايتما ويغي لا نتوامطل أكني وغي لا صالح نغض والله قالوا كالذي ذنبيع صلى الله عليه وسلم أثنق الروضة الشريفة من القبر ينس. ومع ذلك بصراحة لا غور سس ندعو ربي نكلمة إلا نروح عردنا نسلم في اللاس. النبي عليه الصلاة والسلام إنك ما تسلم تسلم في الليل وين هذا المشروع. أما باش كننزلوا ونطلب من غير الله ويمر وخديت البرا ربي وخديت البرا نبي اش راه خدمن اروح نذع دينا الزلول ديال مقام النير الولي الصالح النير. والدليل على انه الزرداني غير كرف علمت انه وثمو كاع غيوض مربي غسلو كان الزلان سيس مربي. ولكن لم كرف علمت يدي قارن بارك الميلي ام كرف علمت انه وثلا غيوض مربي اتسوى سماسيس من الولي الصالح النير. الزردان السيدي الفلاني الزردان سيدي عبد القادر الجيلاني واد نجمعون الخالات ديال كازن واد شو صحابين ترنجاوين وياكي صحابين ترنجاوين سكسو دكسو لا عيزت كان والله ما يعلم ايوا شو ميدي يجمع راسو كان النبي يعلم انه غاكاش محرم توقعيت المعنى وما يمكن غادي تشرع بوطيس حتى الماكله اللي ما يلا في الله ماشي نويض مربي ولا حرمه تيول واد نجمع عندنا لا شو من الغايه الزرديه خدمت في مناسبتين يا إما لنفع يا إما لضر. واعتقد أنه الولي الصالحين مبارك البركين مثلا أنه ما يغلي كرا ننفع كثر في النير قال مثلا تثد لهوا تغليد لهوا أشقار ثير البركة سيدي الفلاني اللي فكا يغدر بلهوا سيغض البركة اللي غيسعى الضارح نين كثر في النور يبورك يغدر بين كثر في النفس البركة سيدي الفلاني ورزمي راضي يضر ولا العمريس ورزمي راضي ينفع ولا العمريس تخرج شي ما كينفع لا راه كيضر. وما الا ثلاث كران المضره كتدار في النير قال مثلا اللي الفيضان مثلا ثلاث كران المضر اكيني مثلا فقع في الاول السيدي الفلاني اثاني سقط في الاول السيدي الفلاني لانه يزور مدارا لانه وسبحان الله وربي يفكي يغض المثل القران الكريم ما إلا غد الصاحب كي يغضر بالعقل ربي كي يغض العقل زيس فغير ضربي قواليس يتكغض المثال ويضرب الله للناس الأمثال لعلهم يتفكرون مش يقدر كي ربي العقل كي يغضر بالعقل باش كنخمم. فغير ضرب العالمين سورة الحج يا أيها الناس اسلم مليح إنك العباد اسلم يا أيها الناس ضرب مثل حسب مليح بدي نظام الزمن فاستمعوا له. ده شو المثل يا رب العالمين إن الذين أو يكني تدعون غير رب العالمين إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ورزمر ند خلقني زين ولو اجتمعوا له. قال له كان نجمع مرة كنيس العلماء للدني ثيين مرة ما ينزمرد نخلقي زين ترى بدون زعما مصنوعة ينضل مصنوعة إذا شوية التطور هاد تصنع من العبد أما كنص يد العبد ضد الصح سواء الناس الجثاين نزلع ولكن ورث على الروح الغاية ماشي تصنع تيموكاكل الغاية بالروح اللي يسعى ما ينورث على الروح ورث ميزان ورث عقلها وهي معناتها هذا الجمال. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له زيد بزيادة باش يقضي به رب العالمين أنه نكنيس العباس المخلوقات ضعيفة جدا والضعف في اللغة دي بنشوف اشتكى وإن يسلبهم الذباب شيئا
لن يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. شو معناتها؟ ثوال ما يتمغيزي ما راه دياس مثلا ما كلاينيش، واش راه دياس ما كلاينك نعتيسي يبغى غادي السونا غير يبغى غاديش زيد فالو قيمتني غادي تشكل ما كلاينك ناخذ فقيتني هو ما نغ ليمونات نغ نغ راه السونا كنا دير وال نيك ولا مزمط سكتيتي لا وان يسلبهم ازوح انك لا يستؤذ من لا ضعف الطالب والمطلوب سونيك قرا سونيك غرا نرى ورزمير ما تخم ولا ذكرى ويض العبد الضعيف امشي راه تطلب مزيس النفع امشي راه تقبل في الناس المضره وانت لا حول له ولا قوه. زيد بزياده غير يقدر بالعالمين المثل سوره العنكبوت. سبحان الله يون المثل رائع جدا، يون المثل يعني سبحان الله. شو دينا رب العالمين سوره العنكبوت؟ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء. إنك المثل وياك يتبع عن الأولياء من غير ربي سبحانه وتعالى. ويد الولي الصالح ويد الفلان الصالح ما يصلح نقرض ما يصلح العمريس الصلاح اللي ودي تقلل راه غورش لو كان الحياتيس إلا ذا الحي صح يزمرك ينفع. تعلمت رجل صالح وير رجل صالح أتستغور أستستريد شين درجاس تصلحات الله يبارك ادعو يدس الخير إزمرك دي دعوة كيف ينفع ولكن ما إلا يموت خلاص ما يموت خلاص. فغنى ضرب العالمين مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يشبه ضرب العالمين ويكني إلا نتفنق الأولياء دعون من غير رب العالمين. يشبهتنا رب العالمين أم خمم تسيس أم تسيس إلا نتبنو أخر إنك ولاش أوهل بيت أنشتن أخام تسيس ولاش أخام هش ركيك ضعيف أنشتن أخام تسيس ولا ما يتمغ تسيس مرة ساعة ما تبنو أخام زي ما كي تبنو تبني تيس الخيوطي إلا نورس حمرا ورس حمرا ما يعددو بحري يعني نخامي تبنى أكن تبغو في اللاس لا يقيها من الحر ولا من البرد ولا من المفترسات ما يعدد بحرين غتي قلع أي كان يعدد أفيه وزا في صغلين غتيبطو وريس حارات وشي تغي نقرات نكني نقرس القبيل مرادي لي لا يون ولاش نتشكل في اللاس لا شوس نقار سمي ما يتشكليون في اللاش أمين غيك تفنق الخيط نتسيس نقاري في المثالية شو معناتها غميني يتفنق الخيط نتسيس ترى شي مرات تعطي تصفي الخيط نتسيس إلا كرام نتشكل زياسة ولاش نتشكل زياسة الخيط نتسيس يعني بمعنى أنه وياكي غير دعوت من غير رب العالمين ولاش نتشكل في اللسان ولاش تشكل في اللسان بغيت تشكل في ربي بغيت تدعو ربي أما وياك لا يزيدك إلا وهنا وذر هناك دمر إلا من المثليتهم إتقان بعض العلماء أنه ينطبق العلم إلا أن تراجع الواقع وسبحان الله علم عجيب جدا يدف كما رب العالمين المثل العنكبوتية أنه نرى تشكل في العبادة ميكايا أثني الدمير مانيس الدمير الحياتيس يدمر المستقبل ناس يدمر الاخر فيس وريس عالم يمكن يستقرن استقرار متذبذب وين تسكن في ربي وريس تحريك على ولا ما يزمر غير يحركوا لي الشعر يتسكن في ربي خلاص ولكن وين تسكن العباده مياك كتشوف متذبذب يحار وريس عالم مسخر لكن تسكنني في ربي امشي راه يعيش شويه وريس عيش راقي الحياه الى هنا المثالية غنمشي يدي رب العالمين المثالية غنتسيس ولاش خا ما يتماق القاع ربي يكشفنا شنو خا من تسيس وكنشتغل إلا ديال الواقع بمعنى أنه ولاش أخا إلا نزيس الاستقرار يعني مستقر بيت مستقر
اشتنو خام تسيس ولاش الاستقرار يزيس. اما كولاش الاستقرار زيس العلم من الواقع يدي تبين زيس يدي تبين هكا تسيس ما نعلم مره اي مخلوق ما راه ذكر غادي يخدم خام الدنيا. اش راه يخدم او ثم تحفو تا وثمت هكا خطير اش كادي يسعود الدريه اش كادي يبنوا غخام او ثم اذا قاستا وثمت تسيستين يثما سبحان الله من عجب العجائب. اسمرا غاد دياس الذكر تسيستني يوكن يعني يتم التزاوج اول ليله اللي يتم التزاوج اول حاجه غيتم تسيستني لما يتم التزاوج وحيد الذكر ني مجرد يتم التزاوج باش تخدم تسيستني اتغار كازيس اتغذكر مباشره وين يبغى ناضي يزر لي فيديو ولات الى يوم تزر تسوليش سبحان الله مباشره يتم التزاوج وتتشجر في رول اتتشد ما تتخنق تترولي خص تسيستني على فما تيتش داير تمت العمليه اتسعوا الدريه اتغار كازيس واش حوايج كازيس حوايج بمعنى انه يريد سيدرا الاستقرار ثم يريد تحوايج الركاز تحوايج الاستقرار ماشي وين العجب مازال الا العجب هيتو تيسيستني اسمرا ترفد اتسعود الدريه زيت الدريه اللي غير ترو ذاك اللي مجرد تغنى الدنيا تتشني مسد سير الحياه تنسن الانثى غتشركاز مره تغنى الدريه اللي غتشني مسن وتستمر الحياه الا كرا واخا ما يقبدنا ولاش الحياه اوهن البيوت بيت العنكبوت. على كل باش كون طويل الفراغ نسعى جمع التبرعات لفائده الجمعيه الدينيه لمسجد تقوى حيد عين الحلو بلديه القصر والله لا يضيع اجر المحسن. من بين كذلك مظاهر الشرك الاثمام يقال النبي عليه الصلاه والسلام ان الرقى والتميمه والتولى شرك. هي من بين الشركيات الرقى التميمه التولى. ذا شو الرقى ذا شو التميمه ذا شو التولى. الرقى ما ينفثه الساحر او ما ينفثه المشعوذ ضد وين راه يبغون اتسحر كيف ربي لنا يغد البغض وكن نتعوذ من شر النفاثات في العقد. يعني بمعنى انه وي مرض حظ يقرا ينضمطين كيبغوا مثلا تداوير ولهذا نقرا دائما يثمثنا نعاود مرض يروح هذه يرقو وريطانبار تروح على نابورت كي كان الا قضي عالم العبد الى الثقه كونفيونس وذي علم طريقا الرقيينس امشي يرقو شو ديه الدور وريس خرويت راه ما طفيت كان يسخرويت ذاك غير تقير ديال مسلاين كان كعالم بور بكثال يتقراك ديال مسلاين الشركيات. شو الرقى انه الساحر يتقير كراغي مسلاين الشركيات هي شرك بالله حتى ترضي ذلك القرين من الجن الا ان يخدم ذيس باش كافي يصرضوا باش كدي طلب تطلب تاع غرس قال مثلا كي داوي غاموطينا هي نق مثلا الناس مرز يخدم شراء الى قد يكفر الى قد يشرك وينفث على ذلك الذي قرا سواء الحاجه ولا غادي يهضر كان الحوايج يمسد وتفهم ترى سيد الرقى انك طريقين النبي على الطريقين الرقيه هي شرك. التميمه شو التميمه هي ما يعلق على الانسان او على السياره او ما يعلق في البيوت. الغرض من ذلك أنه أو أنها تدفع عنها الآفات أو تدفع عنها ما يسمى بالعين. يعني بمعنى أنه غادي يعد قيون الحاجة قال يشتينس أكن يخدم تورا الخلاث النوع يتوافق من سنة تقل الخمسة استخدم الخمسة ما غتسقل مثلا تحرزت صح مثلا مشعوذ كبير تحرزت ولو كانت آيات غسلوا كان ذي ذا ولا ربي ولو كانت آيات وغاك استخر لك يا وقت تسخر وطوا يصدق عاد وقتيني قناس البيبيني العشاء يونيتي تساوي نسطيت نغا تدفع في لك المضره وكتساوي غولات كرا ويشرك بالله عز وجل
لانه تعتقدت انه الخمسه ني سينا غير كينفعل باش تضرون راه العباد سينا غير كينفعل وهي شرك بالله عز وجل. او غادي كرا عندك طوموبيل نسي وغادي الله يبارك تشارج جديد باش كنت تساوي راه العباد سطيطه تيخدم تسميرت وهي شرك بالله عز وجل. ناغي بغو تساوي راه العباد خميس سطيط هذه عندهم شنو اللي يخدم هذه علق كلاطيرانس شنو هذه علق هذه علق البنو هذه يخدم البنو ناغا كرموس البنو ناغا كرموس اكيني باش كو يتساوينا راه سطيط باش كو يصبرونا راه وهي شرك بالله عز وجل. ما تعتقد اي حاجه كان كانه تنفع تضرك اقليك الشرك تصربي تعطي ربي شريك لانه ضربين لك تضرون ضربين لك تضروا ربي ينفعن ضربيك تضرون ولاش الغير يسيك تضرون ينفعل. اما التواله شو معناتها التواله يعني اين يستخدم يسحر نايا قال مثلا تمطوط سعى المشكل واحد ورقازيز قال مثلا تحبارة لا سعى المشاكل ديالك شكل ما ديك ريت تعيط في الناس شكل ما ديك ريت كثيت تروح مشعوذيه استيني كي نبغي لهنا واحد ورقازيه على يد الحل ارقازيه مثلا وزري غير هذا الشيء تيوغن اكرهيه وريز مارسه استيني غير واحد من دار الخاكي الحوايج باش كيكون يحب ورقازيه نغ ما إلا تبغي تورقازي ما بزاف تخدم كرا غادي تصدو تا راك نسقالن توتو تتصدو تا كنت بغيت واسدي خدم وغادي تسحر وغادي قلم دا شي ديال الناس كاين سمعنا وطعنا ما عاد مسكين رقاز لو يعلم هذا شو تيبغي ورد سفارس من الله يعلم هذا الشيء اللي بغى نسنا تنطودي سي غواليس وهي الشرك بالله عز وجل. ان الرقى والتمائم والتولاء شرك بالله عز وجل. كذلك يثم بشر طويل طراب من بين مظاهر الشرك الطيرة أو الطيرة قال عليه الصلاة والسلام الطيرة شرك. شو معنى الطيرة؟ الطيرة هو من التشاؤم والتشاؤم يتما قدين الغديري بل النبي عليه الصلاة والسلام أمر التفاؤل تفاءلوا خيرا تجدوه. أما التشاؤم ويديري. شو معنى الطيرة؟ اصلا نمشي غيدي وصل الطياريه باش نفهمش معنى الطياريه. لان المشركين زيك قديما امشي يخدمن ما راه ذكر مثلا هذه هو السيين يسعى فواياج مدام سفر يسعى فواياج طياره سميت بالطياره نسبه الى الطائره يسعى فواياج يسعى السفر الغيب يفعل من انا قرب بها شو راه كيطرون عزاز يفعل من انا قرب بها ولكن شو راه يخدم ادي دمايطيت اسي سرح ما الا غايتيتني يروح ثم تيفوز معناتها غاكاينين السفرين وين راه يطرني كل حاجه العاليه ما الا غايتيتني غادي يروح ثم فالظلمات غادي يجمع الباكاج ناس سيني غاسهو تفاغره باسكو واشو كان شتا التشاؤم يروح ثم فالظلمات مادام يروح ثم فالظلمات كان معناتها غينا راه دايرين جبريل للحاجه نديرها. من هذا أخذت الطيرة ولهذا منها في الناس النبي عليه الصلاة والسلام ما كاينش قال وقتنا العاصر المعاصر قال وقتنا دا شو الطيارة مشي تسيري الطيارة هو نوع من التشاؤم بالإنسان. الذكر يوم مع الصباح يتسدو على الخدمة الدفاع غادي يغلي جبريل أكيد ورا علينا منه غير الصبح والصباحية ورا علي مغمنو غير الصبح الله ضري ورا علي مغمنو غير الصبح وتسينا غير الطياره بمعنى انه ملي كيضرهم السبا وين غير تصبح تاكل في الناس ناغا تملقات فاصا كاير تملقات تعرمط الانسان ومن بعد صدود جبريل كي وخيرا قال بعيد الشراط تيتلي لاكسيد وانا غادي لي كرا كاين الصباح غتفلاش ولاش منين الصباح غامد الصباح خبور ورا غنمشي على جاليكي ترى ما كانش ترى كانش ماشي على جاليتي ترى ما كانش نفس ترى ما كانش ويضرب العالمين ماشي الانسان وانت وريت تضر ولا ينفع وهي نوع من الشرك لانه فريطه النفع النير فريطه المضر النير هو كانش النير. فالنبي عليه الصلاه والسلام يحضر بالطياريه فقال النبي عليه الصلاه والسلام الطياره شرك. كذلك الكاهن او العراف إذ قال النبي عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما أخبر فقد كفر بما أنزل على محمد
صلى الله عليه وسلم. الكاهن كما قيل بتعريفة ناس مخالفين، قيل أن الكاهن هو الذي يدعي علم المستقبل، أما العراف هو الذي يدعي علم الغيب الماضي. قرنا في الكاهنية وين يدعي يزعم أنه يعلم شو بتسيلين عزاز، أما العراف قرنا وين يدعي أنه يعلم شو يلان بالباسي. المهم مشابه نسني وشو أنهم يدعون علم الغيب. ممكن نعلم الغيب من في علمين نقال رب العالمين، قل لن يعلم الغيب إلا الله. قلنا رب العالمين النبي عليه الصلاة والسلام يسينا رب العالمين النبي عليه الصلاة والسلام الناس اللي كان علم الغيبية ما مسني السوء. ولكن الكاهنية قد يسكينا نغا تروح يوث تبغى تعلم المستقبلين ناس نرى تياغان مشرا ديال المستقبلين ناس العادي في الغديرين وسيني غاودا فوسي من الله. ومن بعد هكا كميتر يغ الفلانيه ما وسد غور قبل راه بلا ما نذكر التفاصيل. نغا تروح هاي وانا ستيني غزيك ثليتك يسعد المشكل واحد هو يوسد ويا. ومن بعد المشكله نتاع الله المشكل يوزي سنتين تغلب بالصح ومع دير سيك شمشك يوسد غور مية ونزيك كمي يخطب. ومن بعد ساعات المشكل ديالس كذا وكذا وكذا مع دي تردو يا روان ومع تمسيطارين. سبحان الله مشيت على الموت مشيت على الموت وتزي سنت تسيري الصح. يبين غدا كان شتا ربي وبين غدا كان شتا النبي عليه الصلاة والسلام. شو دينا رب العالمين في الشياطين ما راضي للخطاب يا رب العالمين ديال الملائكة تسن شوطون تحسيس ندغو الناس ندشو لنا ير الحوار رب العالمين شو اسمي يخدم يترجم يفلس من وجوه عاد يكندنا رب العالمين إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب. وقال رب العالمين في سورة الصافات إلا من خطف الخطفة، يعني غادي يروح هذه السل ودسم في النجوم زري ما يثمغني ثرني ما كان العشاء كان مرة تقيم في العشاء كان تزرت ما كان الشهاب زرا ما توالي متان سيك ناس قالوا رجوم الشياطين ما زيد كان معناتها تنربي يرجم يثم. ولكن يوث كان كاين غادي يخطف ربي يدير لنا إلا من خطف الخطفة يخطف كان يونس لكن غادي ياوي. يقال النبي عليه الصلاة والسلام وساد يون ورقاز غورس ناس يا رسول الله كذا وكذا الكاهن العارف يهضر ناس. ولكن يا رسول الله إن ساعة يتساوي سيدك هذا الصح الناس. النبي عليه الصلاة والسلام هكا أين يغدي رب العالمين غادي يخطف يوث ولكن يخلطها بمئة كاذبة. غادي يخطف يوثك ولكن يسخلط 100 غادي الكذب. ومع ذلك كما كثير الكذب مع تيض بالصح يويتيد يوشو إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وهي يقال النبي عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا فأخبره حكاية سد أثيا مشرا ديال المستقبل هناك أثيا مرات صاغوط أثيا ويمناك مياغون أثيا دشرا ديالين عزاف الكوميرس ملي غتبغض المشروع زيس وتنجح طرا يعني سبحان الله. يا إما ما إلا تخلص تبيع راك تفهم داك اللي سقان لي زاناليست تفهم بوزيتيف ترى ماشي واحد يفاسني ما إلا تفكي تصبيان تحاليل تفهم إيجابية لكن المشروع بإذن الله راه تبغض زيس الدور غادي ينجح بإذن الله هي ما تدي قرار كي كان يسدينا بإذن الله غير سوف تدي قرار. ولكن ما إلا تتخلص ترى بيا كاين خاطير المشروع وريت الدارة بالك تتخلص ومع ذاك يفشل. إوا شو راك يفشل إوا شو راك تفشل لأنه تسكبت في العالم ماشي تسكل طرف ربي كان تسكل في ربي غدو إليك ربي غير يدير لله. إذا من أتى كاهنا أو عرافا فأخبره فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل فقد كفر. قال بعد كفرت بما أنزل على محمد بأكمله. ما إلا ولكن يخاط ينكر الله ربي غادي يروح تستغفر ماشي وتمن غير زي صلاة ما تمن غير لأنه العالم الحمد لله يجعل من الغيبة أنا قاد ربي يكتزورون ربي يجي عن ربي. ولكن واحد الساعة دي غير يستسوي واحد كان كام أثتستغ كان كام
غسلوا كان سقسي اللي راه تسقسي يقاد النبي عليه الصلاة والسلام لم تقبل له صلاة 40 يوما. مجرد تروح تاع غروس وثوتو من طرا وكي قبل راه ربي تظليت 40 يوم 40 يوم ماشي تزلط وكي قبل راه ربي تظليت. اذا الشاهد مسألة يتما انه تيكي مره من الشركيات العبد اللي قد يحذر مانيس وذي البهزيسيت مثل واكثر ما يقع في هذه الخالات. يعني من الخالات الحذر كما نسيت مليح تيكي قال نروح على المقام الفلاني غتزور الضريح الفلانيه غنروح غدرويش غنروح السحريه وتعال ما يتمغيني لاند الغيره ذي الحسد ذي الحقد ذيني لاند الخالات اكثرين لاند يرقازن اين ديوان نيت سبحان الله حد المغري وين كاين اني دا الشيخ بغا غدا على المغيوث الحاجه وين غيدير لنا السوق الخالات السوق الخالات وري فرق سوق الخالات نسحروا فرق اميش هنا كاين يسير كاز وسبحان الله حق هنا كاين يسير كاز المره نروح في المغرى يعطيونا الفطور هنا كان نروح نفطر يونوره الدردوا يونوره الدردوا هنا كان نروح نفطر نفوق غادي نولي إناش ماذا الخالات ونسيك مشمية تصي صوصيت شمية تصوت السيد شمية تصي صوغيت وينا ما تسعيت السيم ما تزوجت ما تزويش ترى أشحال إني كاك تخدم أكني سقارنا سكانر أكي باشر بيغا الحاج تعال سكانر إوا شوف دا كان شنو اللي يساوينو مع الحسن ما عدولاش من طال البركة النير شحال يسحيت الدريا ساعة 5 دريا ساعة 5 دريا سبحان الله كشتي مرة ما يتمام لقى الإنسان ذي حذر ماني زيسان. على كل تيشير من بين بعض مظاهر الشرك أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يحيينا على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن يميتنا على التوحيد. اللهم بارك لنا في هذا الجمع المبارك لشفور بيغني مطلنا ونسعى أموتنا تشفور بيغ ونسعى الميفة رحمة ربي وين لا نضيق وين لا نقلهم هذه فرج ربي الهم ينس نكشف ربي الضيق ينس. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.